السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم عشاق كمال الأجسام. النهاردة معانا أبطال كتير هنتكلم عنهم. قبل أي شيء اعمل لايك للفيديو وتابعني لو أنت أول مرة تشوفني، ونقول بسم الله. أول بطل معانا هو البطل رافائيل برانداو. هو واحد من أكبر الأسماء في لعبة كمال الأجسام، وأقوى الأجسام اللي هتنافس السنة دي في مستر أولمبيا الوزن المفتوح، وكمان صعد السنة دي من أول مشاركة ليه في بطولة مؤهلة لبطولة مستر أولمبيا عن طريق حصوله على المركز الأول بقوة. لازم نفهم إن اللاعب ده واحد من أجمل الخامات الموجودة في لعبة كمال الأجسام الوزن المفتوح في الوقت الحالي. أي نعم، هو مش من الناس اللي وصلت أوزانهم ل 130 أو 140 كيلو جرام في الأوف سيزون، وده طبعا لأنه ماشي بمبدأ إن السلاح الأقوى في المنافسة هو الحفاظ على السيمترية والشكل الجمالي، زي الوسط رفيع وجودة العضلات واستدارتها بشكل 3D. وأنا شخصيا بعتبره واحد من أقوى الناس اللي بتحاول تغير مفاهيم لعبة كمال الأجسام. ولو بصينا على مسيرته المهنية في المحترفين فهو بقاله حوالي 5 سنين محترف، ومعدل زيادته في الحجم إلى حد ما بطيء مقارنة بتطور الحجم عند باقي الأبطال زي هانتر لابرادا ونيك ووكر